الجنيه يستمد قوته من الدولار عالميا، وسعر الصرف سيتحرك ما بين 48 ل 55 جنيه للدولار الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. تخيل كده معايا إن الدولار طول عمره بيتقال عليه ملك العملات، لكن حاليا بدأ يتراجع، والجنيه اللي الناس دايما بتقول عليه ضعيف بدأ ياخد نفسه ويبان قوي. النهارده بقى هفك لك شفرة المشهد الغريب ده، ازاي الدولار بيتراجع عالميا، وليه الجنيه حاليا بيستفيد دلوقتي، وليه الكل بيتكلم ان سعر الصرف هيتحرك ما بين 48 جنيه لحد 55 جنيه. وخلي بالك ده المصدر ده من جريدة المصري اليوم. الموضوع ده مش مجرد أرقام في البنوك، ده ممكن كمان يلمس جيبك وسفرك، حتى أسعار الأكل والشرب اللي بتشتريها من السوبر ماركت. تعالوا مع بعض بقى نفهم المشهد كامل في الفيديو ده. كل اللي مطلوب من حضرتك طلب صغير قد كده، لو أول مرة بتشوفني يا ريت تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لأن طبعا ده بيدعمنا كتير جدا إن احنا نكمل في محتوى أقوى وحصري. قهوتك الحلوة وحصلني. النهارده بقى عندنا موضوع تقيل جدا، وكل بيت في مصر تقريبا بيتكلم عنه: الدولار والجنيه. الدولار طول عمره ماسك في رقبتنا وبيتحكم في اسعار كل حاجه، اكل وشرب سفر. دلوقتي بدأ في اخبار عنه ان هو كان بيتراجع عالميا، ولكن في التوقيت الحالي بعد تصريحات الفيدرالي الامريكي بدأ يشم نفسه شويه، وبالتالي طلع قروش قدام الجنيه. ازاي ده حصل؟ وليه الخبراء بيتكلموا حاليا ان سعر الصرف ممكن يفضل ما بين 48 لحد 55 للدولار الواحد؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هنتكلم المشهد العالمي بعد تصريحات الفيدرالي الامريكي، وليه الجنيه بدأ ينزل قدام الدولار قروش. اما دلوقتي كمان هنتكلم عن الاسعار حاليا وتأثير الكلام ده كله على المواطن المصري. تعالوا بينا. لما نيجي نتكلم على الجنيه لازم نبص على الدولار نفسه. الدولار مش ضعيف عندنا احنا بس، لكن عالميا كان بدأ في مرحلة هبوط، لكن بعد تصريحات الفيدرالي الامريكي اللي هو البنك المركزي بتاعهم بدأ يخفف قبضته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معدلات الفايدة اللي كانوا رافعينها بقوة علشان يوقفوا التضخم بدأوا يقللوها، ولما الفايدة تنزل جاذبية الدولار بتقل. يبقى الاقتصاد الأمريكي نفسه عنده إشارات تباطؤ للمستثمرين، بقوا عندهم حالة من القلق إن العجلة تهدى شوية. لما تيجي تتكلم كمان عن الذهب والوجه الآخر للدولار، هنلاقي إن في وقت الأزمات المستثمرين بيجروا على الملاذ الآمن وهو الذهب، ودايما يبقى شايف ان الدولار هو مش الملاذ الامن في التوقيت الحالي، لكن البديل بتاعه هو الذهب. فبالتالي قيمة الدولار تتراجع عالميا. ولكن حاليا حصل العكس. بعد تصريحات الفيدرالي الامريكي بدأنا لقينا الجنيه ينزل قدام الدولار، لان زي ما قلت لحضرتك مجرد تصريحات عالمية بتفرق كتير في البورصات والعملات الوطنية. تفتكروا الدولار دلوقتي كان طالع قدام الجنيه ليه؟ ليه في التوقيت الحالي الناس كلها بتقول ان الجنيه بيقوى؟ المشهد ده مش غريب. هتقول لي ليه؟ لان انت عندك اكتر من 3 حاجات قوية جدا هم اللي خلوا الجنيه يمسك نفسه قدام الدولار. اولا كده انت عندك الاموال الساخنة، ودي مستثمرين اجانب بيجي يرموا مليارات في اذون وسندات خزانة مصرية علشان يستفيدوا من العائد العالي. طبعا ده فلوس ممكن تدخل وتخرج بسرعة، بس طول ما هي موجودة بتدي دعم للجنيه. عندك كمان الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري، انه اعلن عن احتياطي دولارات وعملات اجنبية في زيادة. طبعا ده بيطمن المستثمرين اللي بتيجي من بره. عندك رقم 3، الإصلاحات الاقتصادية شغالة بخطة مع صندوق النقد دلوقتي. أيوة طبعا هي مؤلمة على المدى الطويل، لكن بيقولوا إن هي بتزود الثقة في الاقتصاد. يعني الجنيه مش بطل خارق زي ما الناس شايفة، لكن الظروف المحلية زائد ضعف الدولار عالميا خلوه إن هو يبقى في موقف شديد شوية. لما نيجي نتكلم بقى عن
الأسعار النهاردة السعر في البنوك للدولار بيساوي من 48 جنيه فاصل 30 لحد 70 و80 قرش. بعض التقديرات بتقول إن لو التدفقات المالية أو الاستثمارات في الجنيه لقى دعم ممكن يوصل لكام؟ يوصل ل 48 ونص. لكن لو في ضغوط على المستثمرين خرجوا من السوق ممكن نشوف الدولار كده بسم الله الرحمن الرحيم استفتاح ب 51 جنيه. يعني احنا محبوسين في مربع صغير. السؤال هنا الجنيه هيقف فين؟ هل في القاع عند 48 جنيه ولا في القمة لحد 51 52؟ ده اللي هنشوفه الايام اللي جايه. لما نيجي بقى نتكلم عن تأثير المشهد ده على المواطن المصري، يعني الاسعار رايحه فين وجايه منين؟ الاسعار قوه الجنيه بيتباطأ للتضخم، يعني الاسعار اللي كانت بتجري جري ممكن تهدى شويه. الاستيراد، التجار اللي كانوا بيستوردوا اجهزه وعربيات او حتى اكل ممكن دلوقتي يلاقوا التكلفه بقت اقل شويه، يعني الاسعار ممكن تكون مستقره نسبيا. اما الناس اللي بتسافر بره والكلام ده كله وبيدرسوا بره، الجنيه برضه بدأ ينتعش، بدليل ان هم دلوقتي حاليا في تصريحات من البنك المركزي المصري اللي مسافر بره معاه لحد 10,000 دولار لو هو عاوز. لكن خلينا نكون صريحين، ده مش معناه ان الاسعار هتنزل فجأة او مجرد ده تحسن نسبي. يعني بدل ما يوم تسمع ان السعر زاد ممكن تسمع ان هو يثبت شوية. طيب ايه هي بقى السيناريوهات المستقبلية؟ بص انت عندك 3 سيناريوهات. ايه هي؟ لما تيجي تلاحظ في المقالة دي هتلاقي ان هو مصنف لك السيناريوهات دي ل3 الوان: اخضر واصفر واحمر. ايه يا عم الالوان دي؟ تعال ما اقولها لك كده سريعا. الاخضر لو التدفقات الماليه اللي هي الاموال الساخنه والدولار عالميا فضل يضعف، الجنيه هيوصل ل 46 47 جنيه. اما الاصفر الوضع ده بيفضل متوازن، يعني الجنيه بيتحرك في منطقه 48 49 لحد 50. اما الاحمر لو المستثمرين خرجوا او الدولار رجع يقوى تاني يبقى عندك كده من اول 51 وانت طالع لحد ال 55. يعني باختصار الموضوع مش في ايدينا بس، ده مرتبط باللي بيحصل بالعالم كله. اما لو شفت بقى المقارنه التاريخيه، خلينا نفتكر ان من 2016 لحد النهارده الجنيه مر بتعويم وصدمات وقفزات في الدولار. النهارده احنا بقى في مرحله مختلفه شويه، لان مره الدولار مش اللي بيكسب في كل جوله، ودي رساله مهمه. مفيش عمله قويه على طول، لا ضعيفه ولا على طول قويه، كله ماشي ورا دوريه الاقتصاد. خلاصه المشهد يا عزيزي المشاهد، الجنيه المصري مش بيقوى من نفسه، لكن من ضعف الدولار عالميا، زائد دخول استثمارات، زائد اجراءات بنك مركزي. على كده عشان كده السعر بنقول ان هو بيتراوح من 48 ل 55 حسب ما هنشوف الايام اللي جايه. السؤال لحضرتك دلوقتي، هل بتتوقع الجنيه يثبت عند ال 48 ولا ممكن نشوفه رايح على ال 55؟ لو اول مره بتشوفني مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير ان احنا نكمل في محتوى اقوى حصري. سلام.